السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم وصفه حلوه قوي لكل الناس اللي بتعاني من هيشان الشعر، بتعاني من الخشونه، بتعاني ان شعرها ناشف مش طري. جايبه لك النهارده وصفه كل مكوناتها موجوده في البيت، ولو مش موجوده في البيت وهتشتريها اسعارها بتكون مش غاليه خالص، في متناول الجميع. تعالي النهارده نشوف ايه مكونات الوصفه بتاعتنا. مكونات الوصفه بتاعتنا: معانا زبادي، زيت جوز هند، جل الالوفيرا، عسل نحل. نشوف الوصفه بتاعتنا هنعملها ازاي. هناخد 5 معالق جل الوفيرا، وهناخد 3 معالق زيت جوز هند، وعليهم معلقتين كبار عسل نحل، و3 معالق كبار زبادي. هتخلطي الوصفه كلها على بعضها، كل المكونات على بعض، وتحطيهم على شعرك نص ساعه تلت ساعه، وتحطي كيس بلاستيك او بونيه اللي موجود ومتوفر عندك لحد ما تخلصي اللي وراكي في البيت. وبعد كده هتبتدي تغسلي شعرك، وهتشوفي النتيجة، تلاقي شعرك طري جدا. الزبادي طبعا هيطري، العسل هيغذي، زيت جوز الهند هيغذي، جل الالوفيرا معروف جودته بالنسبة للشعر والبشرة وفوائده للشعر والبشرة. هتعملي الماسك ده لشعرك، او الحمام ده هتعمليه لشعرك مرة في الاسبوع، ومع الوقت هتشوفي نتيجة حلوة جدا. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.